السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسم سعد. المرة اللي فاتت عملنا أول بروجكت، كان عبارة عن برنامج بيحسب عمر أي شخص. كنا بنديله هنا سنة، السنة اللي أنا اتولدت فيها، وبدوس على احسب عمري، بيعمل عملية حسابية، بياخد السنة اللي أنا كتبتها له هنا ويطرحها من السنة الحالية اللي هي 2017. عايزين بقى، احنا المرة اللي فاتت اشتغلنا بحاجة اسمها دراج ودروب، كنا بنشد البوتون زي كده ونحطه في قلب البروجكت بتاعنا. لا، النهارده انا عايز اتعلم طريقة تانية ازاي اكتب في التكست هنا كود الاكس ام ال. احنا عندنا حاجتين، ادي هنا عندنا ايديت تكست، نعمل حاجة هنا مثلا اسمها هنت عشان ناخد بالنا من الايديت تكست. نخليها مثلا ادخل سنة الولادة. دي حاجة اسمها هنت. بص هنا، الهنت ده عبارة عن ايه؟ بيعرفني ايه اعمله في التكست ده، يعني بيعرف اليوزر اللي بيمسك الابليكيشن بتاعنا يعمل ايه في المكان ده. فهنا بتقول له اكتب سنة الولادة، فبيروح كاتب مثلا 1996. اول ما يبدأ يكتب اول حاجة الهنت ده بيتشال. نخش هنا في التكست، عايزين نتعلم ازاي نكتب كود اكس ام ال. في البداية اي حاجة عايزين نعملها، اذا كان بوتون، ايديت تكست، ايمج، اي حاجة، بنفتح التاج بتاعنا ده ونكتب مثلا عايزين نعمل بوتون. عندنا حاجة اسمها ويتس وهاي. ويتس ده بياخد العرض، وهاي الطول. بيقول لي البوتون اللي انت عايز تعمله ده، انت عايز تعمل العرض بتاعه قد ايه والطول بتاعه قد ايه. في حاجة اسمها ماتش بيرنت. ماتش بيرنت دي بتاخد العرض كامل، عرض الابليكيشن كامل. فاول ما بدوس له ماتش بيرنت، بصوا شكل الزرار هنا عامل ازاي، ده من الاول للاخر. عايز بقى ياخد الهايت بتاعه، الطول، نخليه في حاجه اسمها راب كونتنت. راب كونتنت دي بياخد المساحه بتاعت النص اللي جواه، هنخليها راب كونتنت. نتاكد بقى من الكلام ده ازاي. مثلا نديله هنا تكست، في التكست مثلا نكتب نفس برضو الكلام اللي تحت، نكتب له مثلا احسب العمر. بصوا هو كده برضو لسه ما خدناش بالنا هو ازاي بياخد على مساحة النص اللي جواه. مثلا هنا هندي النص ده مساحة قد ايه، ركزوا هنا في الزرار ده. بصوا مثلا اول ما اكتب له 40، شفت شكل الزرار عامل ازاي، اتغير عن شكل الزرار اللي تحت، مش نفس المساحة. اديله مثلا 90، بصوا شكله عامل ازاي. فهي دي وظيفة الراب كونتنت، بياخد مساحة النص اللي جواه. هنعمل مثلا التكست سايز بتاعه مثلا ب26 اس بي. اس بي دي لما بنيجي ندي سايز تكست، يعني انا كاتب هنا حاجه اهو، ده بالنسبه لي نص، بديله المساحه بتاعته بحاجه اسمها اس بي. اي حاجه تانية بديها السايز بتاعها بحاجه اسمها دي بي. نبدا بقى من هنا بقى نعمل اي حاجه احنا عايزينها. ندي مثلا الزرار حاجه اسمها باك جراوند، نديله مثلا اي لون. شوف احنا عايزين لون ايه. في الوان هنا بتبقى متعرفه زي كولر اكسنت، كولر برايمري ده نفس اللون اللي هو هنا. الالوان دي بتبقى متعرفه هنا في حاجه اسمها values في colors. ده اللون الاكسنت، وده البرايمري دارك، وده البرايمري. فنبدا بقى نديها خواص كتير جدا. عندنا مليون حاجه نقدر نتحكم في، نحرك البوتون ده فوق تحت، نديله اي دي زي ما كنا بنعمل بره. نكتب مثلا اي دي هنا، ندوس انتر، مثلا نسميه بي تي ان، كنا عاملينه كليك مثلا. كنا مدينه مثلا الامر اللي هو بتاع كليك، صح؟ دينه مثلا كنا قايلين له اون كليك، كنا برضو مسمينه تقريبا بي تي ان كليك. فهي نفس طريقه الدراج ودروب، بس انا طبعا بحب طريقه التكست دي جدا، وان انا اكتب كود اكس ام ال بقدر يعني اعمل كل حاجه في البوتون او في اي حاجه انا عايز احطها في الديزاين بتاعي بشكل ممتع جدا، احسن من الدراج ودروب ده من وجهة نظر انا يعني. اللي عنده اي سؤال في كود الاكس ام ال يا ريت يقول لي وانا هرد عليه ان شاء الله. تاني حاجه بقى عايزين نعملها، هنعمل برضو edit text زي اللي احنا عاملينه تحت. فنفتح التاج بتاعنا ونقول له عندنا حاجه اسمها edit text، برضو هنديها match parent، والهاي بتاعها هنديله wrap content. احنا كنا عاملين هنت فيها بيقول لك اكتب ادخل سنة الولادة، مش عارف ايه ادخل سنة الولادة دي، بس مش مهم. نكتب له مثلا هنا ايه، متى ولدت. ده برضو هنت هيظهر في قلب التكست او الايديت تكست اللي احنا عاملينه.
في حاجه اسمها انبوت، يعني انت عايز الحاجه اللي هدخلها لك في قلب الايديت تكست دي عباره عن ايه. ممكن اقول له ديت تاريخ، ممكن يبقى تاريخ وقت، ممكن اخليها نمبر زي ما انا عايز، يعني هطلع له مثلا الكيبورد اللي هو بتاع النمبر بس يبقى فيه ارقام بس. فبقدر اتحكم في كل حاجه انا عايزها من هنا. هنا عندنا في الديزاين لما كنا بنجيب حاجه اسمها ايه، نمبر. اهو بصوا ده كله انواع من الايديت تكست ده كله. احنا جوه بنكتب ايديت تكست وبنقول له الانبوت تايب بتاعك بيبقى عباره عن نمبر. هي دي فكره الاكس ام ال كود. انا طبعا بحب الطريقه دي جدا، احب اشتغل اكتب اكس ام ال بدل ما اشتغل بالدراج ودروب. بس انا عرفتكم الطريقتين، وكل واحد برضو بيحب حاجه او يقدر يشتغل بحاجه يشتغل بيها. يا رب تكونوا فهمتوا حاجه من الفيديو ده، وان شاء الله استنوا الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.